السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تحرص الكثير من المنتخبات العالمية على ارتداء لاعبيها لقمصان تحمل ألوان أعلامها باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية لأي بلاد، لكن الأمر يختلف لعدد من الدول والتي ترتدي قميص لا يحمل ألوان علمها الوطني. فمن هي ولماذا يا ترى؟ إيطاليا والقميص الأزرق، بالرغم من أنه لا وجود للون الأزرق في علمها، وترجع أسباب استخدامه إلى فترة الحكم الملكي، حيث استخدم القصر الملكي عام 1366 هذا اللون عندما أراد الملك أميديو السادس راية لبلاده، ثم لاحقا أصبح اللون الأزرق لونا للجيش الملكي، ليمتد بعدها ذلك للرياضة. هولندا والبرتقالي، بالرغم من أن علم هولندا يخلو تماما من هذا اللون، ويعود استخدام البرتقالي لاعتبارات من الماضي البعيد، حيث اختاره الأسلاف الهولنديون المنحدرون من سلالة الملك ويليام الأول المعروف باسم ويليام أوف أورانج. ألمانيا اختارت اللون الأبيض، بالرغم من أن علمها لا يحتوي على هذا اللون. في حالة ألمانيا يجب علينا أيضا البحث في كتب التاريخ، لأن اللون الرسمي لمملكة تورون التي ظلت مركز الإمبراطورية الألمانية لأكثر من 200 عام. اليابان بالأزرق هو الآخر. في حالة اليابان يبتعد السبب أخيرا عن الروابط التاريخية، ويرجع اختيار هذا اللون إلى أول مباراة رسمية للمنتخب الياباني، وقد لعبها في طوكيو عام 1930. كان مهيمنا وقتها على البطولة لتمثيل البلد، وكان لون هذا القميص هو الأزرق، ولأنه حقق فوزا ساعتها لم يتغير أبدا لاعتقاداتهم الخرافية أنه جالب للحظ. وأنت أخبرني، هل تعرف منتخبا لون قميصه لا يشبه لون علم بلاده؟ اكتب لنا في التعليقات.